مرحبا بكم. الله يبارك فيك شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. شيخنا الفاضل، اختلف خبراء الصحة حول نجاعة اللقاحات، فمنهم من يراها سببا لإنقاذ حياة الناس، ومنهم من يراها خطرا يهدد حياتهم. ولما كان الأمر متعلقا بمقصد من مقاصد الشريعة الغراء، وهو حفظ النفس، ومع فشو الوباء هذه الأيام ودعوة الحكومات ومن ورائها منظمة الصحة العالمية إلى تعميم اتخاذ التلقيح ضد هذا الوباء، صار لزاما معرفة الحكم الشرعي في اللقاح. فما قولكم بارك الله فيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فأنت بدأت بالمنظمة العالمية، وأنا الذي يهمني أكثر هي علماء الأمة قبل المنظمة العالمية. وعلى هذا الأساس أنطلق مما سيقرأ الأخ سمير. نسب إلى أحد المشايخ هنا في الجزائر كلمة حول لقاح كورونا أو ما يسمى بلقاح كورونا. السؤال: ما نصيحتكم في لقاح كورونا؟ قال حفظه الله تعالى: أولا، المسألة راجعة إلى التداوي، هل يجب أو لا يجب؟ ثانيا، هل هذا اللقاح نافع أو مضر؟ فالأمر الأول، العلماء يختلفون في التداوي بين القائل بالإباحة والقائل بالاستحباب والقائل بالوجوب. أما الإمام مالك يقول يجوز التداوي ويجوز الترك. والمذهب الصحيح أنا أقول إذا كان هذا المرض يؤدي إلى الموت والهلاك فهنا يصبح التداوي واجبا، سواء كان لقاحا أو دواء أو تطعيما أو غير ذلك. نقطة. أنا الذي يهمني هذه الانطلاقة الخاطئة. والعجيب أن الرجل يتكلم ولم يدلل أدنى دليل على الوجوب والاستحباب وغير ذلك، وإنما في نهاية المطاف اختلف العلماء وقال مالك. فأنا أعجب ممن نصبوا أنفسهم للفتية في الكلام في ماذا؟ كما قلت في سؤالك الأول، إيش؟ مقصد من مقاصد الصحة، وينطلقون من ماذا؟ من كلام العلماء بدون نظر إلى نص شرعي. ولما نرجع إلى السنة: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء وأنزل الداء، علمه من علمه وجهله من جهله. هل هذا تداووا بمعنى الأمر أو بمعنى الإخبار؟ بمعنى الإخبار. إن شئتم فتداووا لا إلزاما. لماذا؟ لأن جاءت نصوص أخرى: ولا تتداووا بحرج. الواقع الطبي أن يأتيك هذا من أشياء طبية نتكلم، أنا نجمع الآن بين الطب وبين الشرعي. الواقع الطبي يأتيك رجلان كل منهما مسكون، فتعطي الدواء، فهذا يشفى وهذا لا يشفى. هذا من الأمور التي أشار إليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في بيان حكم التداوي. لو كان الدواء واجبا لكان لزاما تأخذ وتشفى، لكن باتفاق العلماء هذا الأمر غير مسلم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المضمار، وعلماء أظن ذاكرة أرجو أن لا تكون خاطئونا، في المجلد 18 نعم، عندما تكلم عن التداوي ننطلق من هذا الحديث النبوي التداوي. ثانيا يقول: لماذا نهى الشارع عن التداوي بالحرام لو كان التداوي لازما للشفاء وغير ذلك؟ ما ينهاش يخليه من التداوي كله. وهنا فرق ابن تيمية رحمه الله تعالى بين المضطر إذا أكل وبين من يتداوى. انتبهوا معي جيدا لهذه القضايا العلمية الدقيقة. يقول بالنسبة للأكل: الجائع إذا أكل شبع، سواء كان أكلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يدخل في جوف كبد رطب. وش هو الكبد الرطب؟ حي. يعني سواء كان بشر وغير بشر.
يعني حتى لو أكل حشيش ما دخلتش في فمه. انتبهوا معي الإشارات هذه اللطيفة. معناتها هنا إرشاد، يعني أنا دائما نقول نذكر كلام العلماء وأدلل لهم، يعني هو أحيانا ما يذكرش دليل، لكن من خلال هذا النص أن الجائع إذا أكل أي شيئا يسد احتياجه ورمق، ولهذا أبيح أكل الميتة ولم يبيح التداوي بالحرام. هذاك المضطر إذا أقدم على أكل الحرام أقدم عليه بإذن من الله. فهذاك الأصل ننطلق منه نحن في كل مسألة نتناولها، العقدي الإيماني المعرفة بالله، معناتها هذا الكون كله تحت تصرفه. معناتها هذاك المضر عندما تقدم عليه ستقدم عليه بماذا؟ بإذن الله، باسم الله الذي أذن لك، فمعطياته ستتغير لن يصبح مضرا كما قال أحل لكم الطيبات، وهذه أحلها للمضطر أصبحت طيبة. انتبهوا جيدا يا عباد الله. احنا نحن مع التوحيد مستحيل نتكلم في اي جزئيه من جزئيات الطب، الهندسه، الميكانيكا، الحياه الاجتماعيه الا وندخل التوحيد فيها. ولذا ذكرتكم فيما سبق، اسالني الاخ محمود رحمه الله حيا وميتا في قضيه الكوليسترول، قال لي وش تقول في الكوليسترول؟ قلت انا سانطلق لك من الميتة باتفاق الاطباء انها مضره، وهذا كما تعرف انت شامي. فهمت؟ كنت سانطلق من هذا الباب هذا. جاءوا قالوا عرضوا مجموعه من الاطباء كفار يعني ومسلمين، وجلسوا وذبحوا، جابوا شت ميته قطعوا وصلنا وهذا تحليل خرج، جابوا شت ثانيه مذكات، جابوا شت ثالثه مذكور اسم الله عليه بسم الله ومذكات، فاذا بالثلاثه على اختلاف كبير. وإحنا عولنا على الانطلاق من كلام الله، جئنا بهذا فقط لبيانه. فقلت وانا سأنتقل كيفاش الميتة اللي هي باتفاق الاطباء المسلمين مضرة ويقدم عليه المسلم ولا تضره لأنه أقدم عليها بسم الله، فكل ما فيها من مضرة سلمها الله منها، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، أكذب إلا نعم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ابتلعه الحوت فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء الأمر من فوق 7 سماوات في الحوت، ماذا سيفعل به خير؟ دخل ابتلعه الحوت التقمه، معناتها رايح وين؟ مطحنة معدة، فإذا بالأمر يأتي إلى الحوت. ايش يفعل الحوت هذاك ذنون كبير وحوت كبير، خرج من الشط ورماه. إذا في هذا الكون كله لا حركة ولا سكون إلا من بعد إذنه، فهذا الضار أصبح نافعا لما أقدم عليه المسلم ماذا؟ بإذن الله. قلت له هذا بشرط أن لا يكون خللا في جسمك. صدق الله وكذب وطمع. وأن لا يكون خلل في الحيوان اللي تأكل فيه. ومن المستحيل أن يحرم الله شيء عقوب على بني إسرائيل ويكون فيه شر، دار فيهم خير. وش قال؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إذا اشترطنا شرطين أساسيين، أن لا يكون الرجل دخل عليه داء في بعيدته، لأن من يدخل الداء في بعيدته الحلال أحيانا يحرمه عليها الأطباء، ما يأكلش، اللي عنده إرشاد يأكل في الحال ما يأكلش لأنه يزيد فيه المرسل. يعني عدم قبول المحل. اثنين أن لا يكون مسك هذا وكلهم العظم نتاع الحيوانات وكلهم. تذكرون البقر جنون البقر لا فاشفول. إذن هذا انطلقنا من هنا لندرك أن الله هو المتصرف في هذا الكون. إذن إذا مشينا بهذا الأساس وننظر للتداوي
نضرب هذه النظرة الشرعية أنه محرم. لكن التداوي لم يبح التداوي بالحرام. لماذا؟ لأن الدواء قد يشفي وقد لا يشفي. كما تكلمنا مع أطباء أخواننا بتاع الصحة، قلت له الدواء احنا ننطلق مع الناس في الكلام في التداوي نقول لهم ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء. افتح له باب مال الأمل. اثنين، النقطة الثانية نقول فيه أمراض تكون ابتلاء من الله لرفع الدرجات. إن الإنسان يكتب الله له المنزل في الجنة فلا يبلغه مع عمله فلا يزال يبتلى في ماله وجسمه وولده حتى يبلغه إياه. ولهذا ابن تيمية يقول لو أصبح دواء وتبين بعد طول مدة أنه بإذن الله شافٍ يصبح واجبا كالميتة. ما ثبت يعني ثبت واقعا عمليا بالتجربة أنه نافع بلا شك يدفع ذاك الداء، لأن قال الله علمه من علمه وعلمه وقد علمناه أنه يدفع ذاك الداء يصبح واجب تستعمله أصبح كالميتة. شيخنا أنا عندي إشكال. المرأة السوداء التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي سألت أن يدعو الرجل يشفيها قال اصبري أحسن. لكن هي تعلم أن الشفاء أن الدعاء هو يقع، لكن جاءت الجنة وفي واحد آخر هذا كما قال مرة آخر هذا خارج عن نطاق الموضوع نحن فيه الآن، خرجت عن الموضوع نحن فيه. لأنه ابن تيمية ذكره هو في الأدلة التي تصرف حكم التداوي من معليش احنا نصرفوه حكم التداوي، لكن ذاك إخبار من النبي اللي عنده علم الله خرجت عينه أم لم تخرج عينه. راح يرجعوا ذاك زمان أطباء من قالوا لا تصبروا لك الجنة، قال لا رد عيني طب ده حاله عاود شوف كما كان. هذه من خصوصيات النبي. فهذيك المرأة قال لها إن شئت صبرت على ما ابتلاك الله به فلك الجنة، وإن شئت دعوت لي. هذا فيه دلالة على عدم وجوب التداوي. ومع ذلك قال تصبر لك الجنة مع أنه يعلم أنه لو ردها ترد. خلاص. إذن هذه الانطلاقة الأولى في الكلام يعني التداوي، حتى لا نتكلم قال فلان وقال فلان، قال مالك وقال فلان، نتكلم بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبما قال الله تبارك وتعالى. ننطلق الآن النقطة الثانية في كلام صاحبنا. كمل أخي. قال والمذهب الصحيح أنا أقول إذا كان هذا المرض يؤدي هو يقول ما هوش النبي. لا هو يقول انتبه معي جيدا. نعم هو يقول يعني الآن راه في محل التشريع. انتبهوا معي جيدا. وليس للإنسان أن يقول، وإنما ينقل ما قال الرسول ثم يقول. نعم. إذا كان هذا المرض يؤدي إلى الموت والهلاك فهنا يصبح التداوي واجبا. من أين نعرف أن هذا الدواء يشفيه حتى نقول واجبا؟ هذا قلنا احنا بماذا قيدناه؟ بالتجربة البشرية والتالي على وجودها. مجرد هو مريض في حالة كبيرة ولا نعلم أن هذا الدواء يشفيه، كيف تقول بالوجود وإحنا لا نعلم؟ انتبهوا معي جيدا، لا بد من دقة. ولهذا قال أنا أقول، ما قالش قال الرسول وما قالش قال الله مثل الميتة وضبط الدواء إذا كان يشفي بالتجربة وغير ذلك. ولهذا لما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اسقيها عسلا أعطى الدواء ولا لا؟ ولكن مع ذلك ما شفي. في النهاية الآخر صدق الله كذا بطن أخيك، العسل شافي عنده خلل هو في بطنه، ولا الكمية تاع العسل اللي تأكل ما أكلها اللازم. هذا مثنين. هو يقول يعني لم يحترس في كلامه يا شيخنا. يعني الرجل خلاص ولا هو عالم بالعواقب، ما ضبطش ان هذا الداء بالتجربه ولا هذا تو دواء جديد، ولا يصبح كل انسان اذا قالوا راك مريض معدي يروح ياكل الميته لان الناس بعد ضروره ياكل كله. احنا قلنا ضبطنا اذا كان بالتجربه وطول المده علم واصبح ريزا كالميته. واما اذا ابتداء لا نستطيع ان نقول هذه المقوله لان الله حرم التداوي بالحرام. نعم. كمل. ثم قال سواء كان لقاحا أو دواء أو تطعيما أو غير ذلك. الله يرحم والدينا ووالديك. أكبر خلل في هذا الكلام هذا أعطيني التداوي مع تلقيح، أين تلقيح سبب التداوي؟ صح. انتبه الأخ، انتبهوا إلى الجزئيات. أنا قلت لك احنا الدواء إذا حل المرض واللقاح قبل حلول المرض. هم هكذا يقولون. طبعا هو هكذا الواقع. لا يكون تداويا، اللقاح ليس تداويا، ومن جعله في باب التداوي فقد أخطأ. تلقيح المرض شيخ. تعجبني في هذا، تعجبني في هذه واحد القضية. شيخ رواية العسل أنه فسقه فبدأ من الأخير. إيه كذا بلا دوز بتسكريت.
يعني ايه لا انا قلت لك انا يا هو عنده مثلا عنده خلل ياخذها ينتظر ما كذاش الشيء اللازم قال له اسقيه وحذا ما كذا معين فمس أن رجلا أتى النبي فقال جرعه أخي يشتكي بطنه فقال اسقيه عسلا، ثم أتى الثانية فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا فسقاه فبرأ. ما شاء الله. هذه قلناها يا اخوي اي ما شاء الله. قلنا واحد من الزوج الجرعة غير كافية. الجرعه كانت غير كافيه. فاكبر خطا وقع فيه علماء المسلمين اليوم معاصرين جعلوا اللقاح من باب التداوي وحكموا عليه بحكم الوجوب ولا بكذا ولا بكذا، نزلوا عليه احكام بحكم تداوي. وليس الامر كذلك. الدواء لامر قد وقع، واما اللقاح في يدفع به ما يتوقع. مانيش ظاهر يصبح كالتولى والشرك اللي يعلقوها العرب باش يهضوا، مانيش مستبعد. العقيدة ليست مستبعدة، يتوقون بها. يريدون رد ما ينزل من السماء بذلك. كل وسائل الوقاية لا يرد إلا الدعاء. هذا من جهة مانيش مستبعد، حتى نضبط الأمور بضوابط. معناتها كأن هذا اللقاح يرد ما يرسله الله من أمراض على العبد، وهذا تبين ليس دواء اللقاح. الأمر الثاني اللقاح هذا يتكلموا عليه هم وذهبوا إلى نقطة بعيدة جدا، كأن ما خلق الله في الإنسان من مناعة لا تكفي. كفاية البدنية. كفاية البدنية. أليس الله بكاف عبده يخوفونك من الذين من دونه. إذن على هذا الأساس عندما نتكلم مثل هذا الكلام رأيه حين نجعل أن المناعة الربانية غير قادرة على رد ما يلحق في الإنسان من أشياء تلحق به ضرر. ومعروف عند الأطباء المختصين مش واحد مش زوج يقول لك المناعة الربانية أقوى من كل مناعة أخرى، لأن المناعة الربانية يدخل الجرثوم تكون هي وتأخذ جميع جزئيات الأشياء اللي موجودة في الجرثومة وتسجلها دراسة مخبرية بكل جزئياتها وتحتفظ بها. أما هذا اللقاح من الأمور الهامة حصل إذا كان تذكر قبل مدة في ألمانيا، وهذا موجود اللي يحب يدخل الانترنت يشوف هذا الموضوع، هذا مبحوث. طلبوا من الأساتذة المختصين في الميكروبيولوجي كما يسموهم يخرجوا لهم الفيروس نتاع بوحمرون. انبرى استاذان فبحث وكتب كتابا يطلب في الجائزة. خلاص قرر أن يعطوا الجائزة، فإذا بعض الأساتذة الآخرين يعترضوا يقولوا لا ما تجي تبحث. يكونوا لجنة من الأساتذة الأخرى وتبحث، وجدوا أن هذا الادعاء الفيروسي ما كانش عنده أصل كلية، وحمرون ما عندوش فيروس. إذا ماذا كانوا يفعلون بأبنائنا؟ فهمت أخانا هذا الشيء؟ نزيدوا نقطة أخرى نمشيهم بعد نجيبوا حكم ثاني. قال لك من المستحيل عند أهل الخبرة والاختصاص قالوا من المستحيل في 6 أشهر 8 أشهر نجعلوا لقاح يلزموا على الأقل 5 6 سنين. أنا لا أدري هذا الكلام في هذا الموضوع بدون بحث علمي. من الأمور التي يجب أن يتنبه إليها العاقل أن الذين يبيعون هذا اللقاح اشترطوا شرطا. ما هو الشرط السيئ؟ اشترطوا أن لا يتابعوا قضائيا، واشترطوا أن لا يستخدم إلا في حالات الضرورة والقصور الخطيرة. يعني الآن عليك بالله مؤسسة مثل هذه تبيع لك دواء ولا تضمن تبيع دواءها. وش معنى هذا؟ أنت غير آمن. معناتها هذا اللقاح اللي صنعته غير آمن. الآن ننتقل إلى اللقاح في حد ذاته. لما كان هذا اللقاح عاقبته غير معلومة
وقد يضر وقد ينفع. الواجب أن نتوقف عن استعماله وجوبا شرعيا. الاحتياط في المعاملات. عبد الله بن عمرو بن العاص ترك الاغتسال من أجل البرد حفاظا على نفسه، فكيف أنا ألقي بنفسي واستعمل دواء لا أدري عاقبته؟ إذا حتى تدركوا هذه الأشياء هذه. وأنت سمعت هذاك الفيديو بعثه لي، أنا كنا سمعنا الكلام من قبل من عند بديع وبشير طبيبان أخوين من الوالد. أنا نذكر ورسلته لك هذا قبل مدة، الإذاعة الفرنسية آرتي فعلت شيء وثائقي من أجل المرض اللي يصيب أفريقيا يسموه ملاريا. كانوا يستعملوا له الكلوروكين. اسمع معي مليحة. فإذا به الكلوروكين وش تدير؟ لا تداوي، وإنما ماذا تفعل؟ تسكن وتبقي الجرثومة في الجسم، ممكن بعد سنة ترجع. فإذا به تبحث بحث وتراجع في حرب لاندوشين بين الأمريكان وبين فيتنام، جات الملاريا بقوة فأهلكت جنود متاع فيتنام. الأمريكان كان عندهم هذا الكلوروكين يستعملوا الأشياء هذه. ففي هذاك الوقت هي فيتنام دولة واش؟ شيوعية. عندها بنبها دولة ايش؟ صينية شيوعية. بعث الحاكم شنغ فينغ فينغ أنا نسيت. نعرف اسمه لكن نسيته يعني. هش يمين. كي أصيب استغاث بصاحبه الروجي مال سيطان. قالوا ما يجي مشكلة خلاص، وعندهم عشبة يسموها أرتيميزيا اللي عندنا ناس تسمى الشيح، نوع من الشيح. يقولوا أنتريفي أنت هذه الزكام أنت أنتيفيرال. واحد فرنسي سافر فأصيب بهذا الداء وأعطوه الكلوروكين استعملوا، لأنهم اللي يروح لأفريقيا يدي معاه الكلوروكين. فإذا به شرب أصيب بالملاريا، أصيب بقت فيه آثاره. قال كي جيت عند الأفارقة أعطوني درت ديزاناليز ما جات الآثار نتاع الدواء المرض. قال كي رحت أعطوني الارتيميزيا وشربتها رحت درت تحاليل ما كانش آثار نتاع مرض. في طبيب إفريقي مع صاحبه يعني قدم بحثا علميا على هذه المادة الارتيميزيا الشيح. المنظمة العالمية للصحة منعته. قدم لفرنسا قالوا تتوقف ولا نحيو لك الدكتوراه اللي عطيناها لك؟ قالوا نحيوها ما نحتاج الدكتوراه شيء ندوي في الناس انا ولا بلا هذوك وليت طبيب ما نحتاج باش نتاع الدكتوراه هذا الوقت تاعك من حرقها هو كان. الان هذيك الارتيميزيا ممنوع تتباع في فرنسا وبلجيكا والدول الاوروبيه. اذا نعاود نرجع الان بعد كلامنا هذا على هذه الواقعه هذه. الان انا لا ادري كيف هؤلاء العلماء استطاعوا ان يتجرؤوا ويجعل هذا اللقاح مثل التداوي أولا، ثانيا لم تعرف عاقبته ويضر المسلمين. إذن أنا لا أدري بأي حق كما قلنا عمرو بن العاص ترك الاغتسال من أجل الحفاظ على نفسه، فكيف نحن مسلمين باستعمال لقاحا لا ندري؟ وقلت لك هذا يرجع إلى المساس بالعقيدة. لما نقول أنه يرد والله ما يرد، لكن كما تعلم أن استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله عن حدث. اليوم الذين يفتون تبعا للمنظمه العالميه وللحكام ما فيش استقلاليه، بحيث الانسان ينقح مناط من الناحيه الطبيه ويسال غير هذا. والعجب العجاب وجدت الطبيب هذاك اللي بعث لي العنابي زاد أعاد الكلام، قال لهم مستحيل، وأشار إلى مجلة قال لهم شوف من المستحيل أن المناعة يسموها المناعة مناعتان، كان المناعة الذاتية اللي خلقها ربي فينا، وكان المناعة المكتسبة بالتلقيحات. قال مستحيل أن توازيها، وذكر مجلة أوروبية تكلمت علمية طبية تتكلم عن الفرق بين ذاك وذاك. والآن برضك نقرأ في واحد مجلة وأطباء يتكلموا من فرنسا وبريطانيا
مستحيل أن تصل المناعة اللي راح يجيبوها بهذا اللقاح إلى مناعة الإنسان القرني كما قلت من قبل، لأنه إذا دخل الجرثومة دخلت إلى الجسم، إذا كان هذا الداء، دعينا كلمة جرثومة وفيروس نحيوها من حساب كما قال الجماعة الأخرى، إذا دخل هذا الداء إلى الجسم فالجسم في هذه الحالة راح يدخل داخل مخبر ويحلله تحليلا كاملا ويعطي المضاد من البكتيريات ومن الكويرات البيضاء كيف تأكله وتفنيه بحيث لا يصبح له أثرا. كما نشوف الكلام بعد يعني يظهر لي هذا هو كاف في هذا الأمر هذا، لكن نزيد نشوف ماذا سيدنا. أما إن كان المرض غير مميت فيكون التداوي مستحب وليس بواجب. كيف قلنا بينا كيف تفرق بين المميت وغير المميت؟ يعني الآن أصبح الأطباء يعلمون متى يموت ومتى لا يموت. فهمت؟ نعم. أخي سمير كيفاش الأمور لازم تدرس يعني الآن؟ فعجبا ثم عجبا ثم عجبا أن يتكلموا في مثل هذا الأمر حتى في التداوي، لا بد من ضبط الأمور قبل الكلام، متى يكون مستحبا متى يكون واجبا وغير هذا. بينا كذلك في أمر الرسول تداووا لا يستفاد من حكم شرعية إلا بعد جمع النصوص في حديثاته، وزوجنا المرأة الجارية وصدنا صاحب العسل ولا غير ذلك. لا أريد أن ذكرت النصوص وفيه جمع من الصحابة مرضوا ولم يتداووا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في آخر حياته قال ناتيك بالطبيب، قال إن الله هو الطبيب، أبى أن يأتوه الطبيب. إذا ترك التداوي مع أنه على علم نفسه يموت على مذهبهم يصبح واجبا. مش الموت ما عندهش دخل إذا علم أن الدواء يشفي بإذن الله ثم يستعمل. وأما إذا كان تحقق الموت التداوي حتى كون الدواء ماكش عارف أنه إذا ينفع ما هو شيء واجب عليك تترك. شيخنا هناك من اعتمد ما سأنقله عنه وهو من يعد من المشايخ هنا وين في الجزائر. قال ولأن هذه اللقاحات وإن كان من المحتمل أن تكون لها آثار سلبية في المستقبل فضرر الوباء واقع قد لا يمكن دفعه والتخفيف من ضرره إلا بهذه اللقاحات. هذا خطأ. أما يقول التركيب لا أصبح دواء ما أصبحش لقاح. نعم. وهنا يصبح الإباحة ولو استعملنا أنه على أساس دواء هذا خطأ. قال فضرر الوباء واقع مشاهد حرم الناس من مصالح دينهم ودنياهم. من الذي حرمهم؟ الحكام اتباع الدول الأوروبية هم الذين حرموا الناس وليس هذا المرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلمنا في باب العدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في بلد فمن كان فيها فليجلس فيها ولا يخرج صابرا محتسبا لم يأمر بالتباعد ولم يأمر بالكمامة ولم يأمر بعدم الخروج من البيوت ولم يأمر هذا الأشياء. وما أظن أن الناس اليوم الأطباء أرحم من الله الذي هو أرسل الطاعون. هذا كلام يقولوا مع عاقل، ما يقولوش عاقل، لابد يعاود يقرأوا من جديد هذه الأمور الشرعية. قال فهل نبقى مكثوفي الأيدي والوباء يضرب يمنة ويسرة يخطف أرواح الشباب والكهول فضلا عن الشيوخ. يعني هذا نسب يسرة ويمنع شكون؟ نعم. للوباء مش يا ربي المتصرف. هذا شرك، هذا شرك. نعم. هذا يقول في شركنا. قال ألم يبح الشرع أكل الخنزير وشرب الخمر عند الضرورة مع ما فيهما من الخبث والضرر؟ ما أصبح خبيثا لأن الله قد أباحه وقد فسرنا ذلك من قبل. نعم. عندما يقدم الإنسان المؤمن لا يجد الأكل يقدم على الأكل ما يصبحش خبيث. قال وهو ممن أخذ اللقاح. هو ممن أخذ اللقاح. قال ما نعطيكم أنا. يعني هو يعني شغل اقتادوا به. ما اقتدوا بالله من بعد. ايش ننزل منزلت فانا ذكر عمر ما شاء الله. هي قلت لك هذه الامور ما هذه الامور هذه ايش قلت لك في البدايه لابد من تنقيح المساله وتحقيق المساله قبل الكلام في المساله. شيخنا بعد هذا الكلام ذكر في الامر الثاني هل اللقاح مضر ام غير مضر؟ هذا ما يجوش يتكلم هو في هذا. هذه لازم لها اهل خبره واللي يتكلموا واختلفوا هما فيه من قال مضر وفي من قال غير مضر. ونحن لا نعمل إلا بشيء قد تحققنا عدم ضرره وقلنا المناعة اللي أعطاها لنا ربي تكفينا في مثل ذلك والحمد لله. هذه كما قال لي واحد مسؤول يعني كبير قال لي شوف الدول الأوروبية هذه كل شيء بيدها. قال لي كي تحب تبيع دواء وش تدير؟ احنا الآن
الآلات اللي تكون التحاليل والمواد اللي يديروا بها التحاليل منين يجيبوها؟ من عندهم مبرمجة. كي يحبوا يبيعوا دواء مثلا، يحبوا يبيعوا زنك، يجيبوا كل إنسان يدير تحليل ناقص زنك. كي يحبوا يدير نقص الفيتامين سي، كل يدير التحاليل. يعني هم هذا يمشيوا هذه الأشياء حسب ما يريدون. يعني هذا الجانب بنطع الطب كغيره من الجوانب لا بد الطبيب أن يكون يخشى الله. طبيب ضامن شيخ. يعني والله الذي أعجبني أنا كان اسمه العنابي عياد هذا، والله تكلم قال لي بيقولوا لي علاج سلب العقيده، يا قالوا بلاش ربي ما دير والو، يا ربي اللي يشفيني يا ربي اللي يدير. هو مرض كرر، هو يتكلم على روحه مرض كرر. قال لهم هذا ما مستحيل. قالوا لي شبيك وليت شيخ؟ قال لا عقيده. قال لهم هذه الامور لابد ان تتناول ابتداء عقديا قبل ما ندخلوا طبيا. هم بعثوا له انذار عماده الاطباء. نعم. قالوا له هذا المراجعه انذار مراجعه توبيخ، يعني نحاولوا شيخنا. كان واحد البرنامج قديم شويه في ايام هذيك تاع الخنازير، انفلونزا الخنازير. داروا احد الصحفيين احمد منصور هذا مع احد كبار العلماء والاطباء في العالم وصاحب كتب ودراسات، ويثبت بشهادات امام الكونغرس وامام منظمه الصحه العالميه بوثائق خطوره هذه التلقيحات. وقال باللي هذه التلقيحات هي عباره عن جريمه ضد الإنسانية تقوم بها عائلة روكفيلر بالتواطؤ مع منظمة الصحة العالمية لأنهم مؤسسو منظمة الصحة العالمية. وهذا كنت سمعناها من قبل من الإخوة تاع بديع وبشير. قال لك هذا أول كلية للطب أسست في أمريكا، وأسسها هذه لافامي روكفيلر وشيلفيلد الاخرين ولا مش عارف روتشيلد بريطانيا. هذه ده اسمه الكليه على داروا اندرو كوفمان. اندرو كوفمان هذا مع المجموعه تاعو يتكلم قبيل عن الموضوع هذا. واش يقول لك؟ اسسوها من اجل ماذا؟ واش قال له؟ تعجبني واحد المقوله قالها عجيبه جدا، مرت عليهم وانتم ما تاخذوهاش. واش قال؟ قال لهم نابليون بونابرت يقول للطبيب نتاعو الخاص، قالوا ما قتله الجنرال باجماع لم يصل الى درجه ما قتلت مات بدوائه. نعم. يعني حقائق علميه لازم الانسان المسلم ينضبط ولا يتكلم ولا يجعل شيء في مكان شيء. التلقيح شيء والتداوي شيء. التلقيح هو الحمايه من امر سيقع، وهذا كانه فيه نوع من رد القضاء الله وقدره، واما الدواء فهو من شيء قد وقع. فشتان بين هذا وبين ذاك. حتى عند الاطباء يقولوا واش هو التلقيح هذا؟ يدخلون لك جرثومه. والحمد لله انا مش كلمه انا ولا انا، لان مش اصل انا كل شيء. انا عندي ابنائي ما لقتهم شيء. الحمد لله. هذا السؤال. ولهذا قال كنت قريت انا واحد الوقت كان كذلك هذاك اسمه دوكيومونتير سمعته بالفرنسيه. وش يسموه الاطباء؟ بائع الامراض. يجي الانسان المريض يخلوه طول حياته في حاجه الى ان فهم. يعني حطوهم شغل واحد بيسري. يعني هذه المنظمه تاع الطب، هذه الجامعات هذا. واما التداوي القديم كان باذن الله يبحث على شفاء الانسان حتى لا يعود في حاجه الى دوائه. شوف اللي عنده مرض التنسيون طول حياته ياكل في الدواء. اللي عنده السكر طول حياته ياكل في الدواء، ما يعرفش يرجع الى صحته كليا، حتى يبقى يبيع له في الادويه وياخذ الدراهم منها. هذا الاخر اسمه الخبيث نتاع مايكروسوفت هذاك اسمه بيل جيتس. دخل في المنظمه في المساعدات الاوروبيه، واش يجروا فيهم باش يهلكهم باللقاح وكذا. واحد ممولين. نعم. شيخ هو هاد الممولين عندهم تقريبا 2 مليار دولار هو اللي يدير المنظمه. هو اللي شيخ هذه القضيه الكوفيد هذا فيروس هذا المرض جا في بريطانيا 1890 حتى 1895 قعد 5 سنين هذا. دار تنقولوا فواح ما صنفوش كحاجه شغل غول ولا ما صنفوا. هذا التصنيف اليوم مقصود خلاص سيبوليا. اذا هذه تقريبا الحوصله لهذه المساله هذه. واللي يهمني انا ان كلام العلماء في هذا القبيل من هذا الباب بدون ضبط الامور واعطاها محلها.
الإنسان قبل ما يتكلم يوزن ويقرأ واش قالوا فقط علاه، لأن احنا الآن عندنا علماءنا اليوم راهم أبواق للحكام والمنظمة العالمية، لا يبحثون على مصلحة المسلمين قبل كل شيء. في هذا الكوفيد هذا في ما تكلموا فيه من تداوي ومن تباعد ومن هذا ما فيش واحد عرج على الجانب العقدي. لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.